ليكي بديل. تاني، ليكي بديل، وعيشي وقتك مع كل الضغوط اللي عليك. على فكره الكلام ده برضه للاطفال الصغيرين، حاول تعمل كل حاجه انت عايز تعملها من دلوقتي. كلام استاذ راضي فكرني ببحث اتقدم في احدى المؤتمرات، كان بيوجه انتظام للستات ويقول لها خلي بالك ليكي بديل. تاني، ليكي بديل، وعيشي وقتك مع كل الضغوط اللي عليك. ما تديش كل وقتك النفسي والجسدي للزوج والأولاد والعيلة وتنسي نفسك، لأنك ليكي بديل. كانت كل القصة إن الأم عايشة حياتها للعالم كله وناسية نفسها وبتقول أنا لو جرالي حاجة العيال دي هتعمل إيه؟ أنا لو جرالي حاجة زوجي هيعمل إيه؟ طيب فجأة الزوجة توفت من كتر الضغوط النفسية والجسدية اللي عليها. بعد الزوجة ما توفت بعدة شهور زوجها اتجوز عليها أو اتجوز بعد ما توفت، والولاد عاشوا حياة طبيعية جدا وقاموا باللي كانوا هيقوموا بيه لو كانت الأم ادتهم المساحة وهي خدت الراحة شوية وشافت نفسها. فليكي بديل ولا مالكيش بديل؟ ليكي بديل، والدنيا ما بتقفش عند حد. فما تأجلوش حاجة. الزوجة والأم تاخد ربع ساعة في اليوم، نص ساعة في اليوم، نص يوم في الأسبوع، تعيش حياتها الشخصية مع نفسها وما ترميش نفسها للبيت والزوج والأولاد، لأنك هتفضلي تضغطي على نفسك تضغطي على نفسك وفي الآخر هيكون ليكي بديل. سقفوني بقى الستات.